الكوبيبة الشامي الاقتصادية هتعمليها أحسن من المحلات. في بولة كبيرة هحضر 1.5 كوباية من البرغل، وبختار نوع كويس جدا لأني مش بغسله. بحط عليه كمية المية قد كمية البرغل، يعني بنفس الكوباية بعاير 1.5 كوباية تانيين، والمية تبقى سخنة. وهسيبها شوية تقريبا نص ساعة، بس هغطيها الأول بستراتش. على ما البرغل يتنقع هحضر الحشوة بتاعة الكوبيبة. بصلاية على النار، ولما تاخد لون هنزل باللحمة المفرومة، وبعدها التوابل، عبارة عن ملح، فلفل اسود، بهارات، قرفة، واسيبها تقريبا تستوي ربع ساعة. بعد ما تستوي هرفعها من على النار، وهضيف لها 2 كبار دبس الرمان، وده اللي بيدي طعم مميز جدا للكوبيبة. للطبقة الخارجية بجيب بطاطاية صغيرة بالحجم ده، وبسلقها بقشرها عشان ما تشربش مية، وأول ما تبرد هقشرها بالطريقة دي وبيبقى تقشيرها سهل، وبعدين ههرسها. هجيب بصلاية صغيرة بالحجم ده وافرمها في الكبة، وفي الوقت ده البرغل هيكون جاهز معايا. هقلبه تقليبة عشان اتأكد ان المية كلها اتشربت، وهعصر البصلة وهضيفها عليه، ومش هرمي مية البصل عشان واحنا بنطحن البرغل ممكن نحتاجها. بعدين هحط البطاطس المهروسة والتوابل، عبارة عن معلقة صغيرة ملح، فلفل اسود، كمون، سماق، بابريكا، والمكون الرئيسي هو القرفة. هقلب المكونات دي كلها مع بعض، وهبدأ بعد كده احط حبة حبة في الكبة عشان اطحنهم. لو حسيتي انها محتاجة حبة من مية البصل ممكن تزودي شوية بشوية لو احتاجت. طبعا لو عندك مفرمة لحمة هتسهل عليكي كتير طحن البرغل. ده هنا كده القوام اللي انا محتاجاه. ممكن لو لقيتي انها بتلزق معاكي تضيفي 2 زيت وحبة نشا لحد ما تقدري تتحكمي فيها وتشكليها بسهولة. انا هنا ضفت تقريبا 3 معالق كبار نشا على ما ظبط معايا القوام. هبدأ اخد كورة بالحجم ده، وهعمل فيها حفرة بالطريقة دي واحشيها باللحمة المفرومة، وهعمل شكل الكوبيبة المشهور ده بإيدي. وعشان اسهل على نفسي تشكيلها بدهن ايدي زيت قبل ما اشكلها. هنا بعد ما اتشكلت معايا هسيبها ترتاح نص ساعة، وبعدين ابدأ اقليها، او لو عايزة تشيليها في الفريزر ممكن تحطيها في اطباق وتطلعيها على القلي على طول. بعد ما حمرتها في الزيت بحب اضيف لها رشة دبس الرمان بتديها طعم روعة. بصوا بقى جمالها وقرمشة الطبقة الخارجية. جربوها وقولولي رأيكم.